ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وصحة يا رب، ويعد الفترة اللي احنا فيها دي يا رب على خير. النهاردة حبيت كده اوريكم البانيه، طريقة البانيه يعني بطريقة جديدة غير كل الطريقة اللي انتوا تعرفوها. هيبقى معاكم طري كده وجوسي من جوه وطعمه حلو قوي. تعالى اقول لكم الطريقة. كنت عاملة كده شوية مكرونة. والله يا جماعة معلش انا اسفة للي متابعني، انا ما بنزلش فيديوهات اليومين دول علشان انا مش قادرة انزل حاجات، وانتوا عارفين الظروف اللي احنا فيها. ويا رب ينصر اخواتنا يا رب ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم، وحسبي الله ونعم الوكيل. طبعا يا جماعة انا جبت كده بصلاية متقطعة زي ما انتوا شايفين كده، وكسرت عليها بيضة، وهفرمها كده واحط عليها طبعا توابل وفلفل اسود وكمون وملح، وهحط نص علبة زبادي زي ما انتوا شايفين كده علشان الزفارة بتاعة البيض. وطبعا الزبادي بيخلي البانيه طري كده من جوه ومستوي كويس يعني. حطيت طبعا كده شويه كمون وفلفل اسود، وحطيت شويه ملح، وهفرم بقى كل الكلام ده كده في الخلاط مع بعضه. دي كده التتبيله بتاعه البانيه بتاعتنا. جربوا بس كده، التتبيله دي جميله جدا وهتخلي البانيه بتاعك طعمه حلو قوي وطري كده ومستوي كويس في الزيت، مش ني يعني. هحط بقى التتبيله بتاعتنا كده على على البانيه وهقلبها كويس جدا. هخلي البانيه يتشرب كده من التتبيله، وبعد كده هحط من التتبيله، احط التتبيله بتاعتنا بالبانيه ده كده في التلاجة لمدة 3 ساعات أو ساعتين. هنعمل بقى خلطة البانيه بتاعتنا اللي احنا هنقلي فيها البانيه. هنجيب شوية كده من الدقيق والتوابل بتاعتنا، عبارة عن كمون، فلفل اسود، بابريكا، كاري، توم باودر وبصل باودر ومكعب ماجي. هنحط كل التوابل دي بقى كده على الدقيق وهنقلبها كويس جدا، وهحط معلقتين من النشا ده علشان يخلي البانيه بتاعك مقرمش وطري من جوه. والخلطة دي برضو تنفع في البروست، لو انت هتعملي برضو فراخ بروست نفس الخطوات كده زي ما وريتك، هتعملي برضو نفس الخطوات. وده طبعا كده كيسين فيجيتار حار او سايب من عند العطار، وحسب الرغبة يعني. لو انتي مش عايزة تحطيه عادي ممكن تستبدليه بمعلقة شطة بس. وكده حطيت كل التتبيلة بتاعتنا كده، اقلبها في قلب بعضها، قلبيه كويس جدا عشان التوابل ما تكونش مجمعة في حتة واحدة. قلبيه كده كله كويس مع بعضه. وبعد كده بقى هطلع البانيه بتاعي من التلاجة بعد ما سبته شوية في التلاجة. ودي كده طبعا المكرونة بتاعتنا الرفيعة دي. حطيت الزيت بتاعنا طبعا سخن، وكنت حاطه معلقه زبده معاه، وسبتهم كده سخن خالص على النار. ونزلت بقى كده بالمكرونه بتاعتنا الرفيعه دي. هي المكرونه الرفيعه دي اللي ينفع ان انت تحمريها. بس هقلبها كده، طبعا هفضل اقلب فيها كده في الزيت لغايه اما تبقى لونها ذهبي كده جميل. وهوريكم برضو لونها دلوقتي. كده البانيه بتاعنا بعد ما طلعته من التلاجة سبته حوالي كده ساعتين في التلاجة، طلعته كده. احطه بقى في التتبيله بتاعتنا دي، وتكوني بقى حاطه في طاسه كده شويه زيت، وتسيبهم يسخنوا جدا على البوتاجاز. وبعد كده هتنزلي بالبانيه بتاعك بعد ما تتبليه كويس جدا. وعايزه تعملي ليه طبقه اتخن من دي، هتحطيه تاني كده في التتبيله، وهتنزلي برضو ايه في التتبيله البودر التانية. وبعد كده هتنزلي بقى في الزيت. ولو عايزه تعملي طبقه اتخن ممكن تعمليه مره تالتة يعني. وممكن تكوني جايبه ميه ساقعه عندك فيها تلج يعني، وهتسقطي فيها بس ده يفضل في البروست يعني مش في البانيه بس. وطبعا هتبل بقى كل البانيه بتاعنا بالطريقه اللي انتوا شفتوها دي، وهرص كده طبقه طبقه في الطبق اللي انتوا شايفينه ده، وهحطه برضو في الزيت. وهوريكم دلوقتي لونه وهو طالع مقرمش كده وجميل وطري من جوه. وعايزاكم وانتوا بتتفرجوا عليا كده تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله قبل اي حاجة،
وياريت تشتركولي في القناة، قناتي ام العيال في البيت بيتي، وتعملولي لايك الحلو بتاعكو ده، وتكتبولي كومنت وتقولولي ايه رأيكم في الفيديوهات اللي انا بنزلها. بس كده يا حبايبي، والله بجد طريقة البانيه دي جميلة جدا، والتتبيلة جميلة جدا، والبيضة اللي انت بتكسريها دي بتنفش معاكي اصلا قطعة البانيه، وبتخليها حلوة يعني كده في الزيت، ويعني ما تستغنيش عن البيضة دي، بتبقى بتخليه طعمه حلو ومفيد برضو يعني لولادك، وبتخلي قطعة البانيه بتكبرها شوية كده في الزيت. والزبادي بتخليه طري، والنشا بتخليه مقرمش، يعني كل حاجة بتظبط لك البانيه بتاعك، كل مكون من اللي احنا حاطينه بتظبط لك البانيه بتاعك. هحط كده برضو كل الكمية بتاعتي كده، هتبلها زي ما وريتكم، وهحطها كده في الطبق، وهرجع بقى احطها في الزيت. اهم حاجة بس يكون الزيت سخن كويس جدا، عشان اول ما تحطي البانيه يتحمر كويس معاكي، ما يكونش ني من جوه. كده جبت الطاسة بتاعت الزيت بتاعتنا، كنت مسخنة الزيت كويس جدا اول ما حطيت البانيه، زي ما انتوا شايفين كده البقللة اللي انتوا شايفينها دي، وهسيبه بقى كده يتحمر براحته، وهرجع للمكرونة بتاعتنا هقلبها كده، هفضل طبعا اقلب فيها لغاية اما كلها تبقى لون واحد، هي فيها كده ذهبي فيها ابيض، انا عايزاها كلها لون واحد. هي كده هي زي ما انتوا شايفين كلها لون واحد كده زي ما انتوا شايفين، وسقيتها حطيت لها ميه، لو عندك شوربة فراخ او شوربة لحمة ممكن تحط لها، لكن انا حطيت لها ميه عادي وتوابل وورقة ماجي، وهسيبها تستوي براحتنا. وده طبعا البانيه بتاعنا بعد ما طلعته، يعني ما شاء الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، انا مش هقول لكم انتوا شايفين حجمه عامل ازاي، القطعه انتوا كنتوا شايفينها وهي نيه كانت عامله ازاي، شوفوا حجمها جميله جدا وطري من جوه، وزي ما انتوا شايفين مقرمش كده من بره. وعملت بقى كده شويه سلطه حلوين جنب المكرونه والبانيه، واكله سريعه مش هتاخد معاك اي وقت، لو ولادك جايين من المدرسه وجعانين مش هتكوني متبله البانيه قبليها، طلعي تقلي البانيه على طول وتحمري شويه المكرونه والسلطه، مش هتاخد معاكي اي وقت ولا اي حاجه. يا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.